مصير شهادات ال27% وال23.5% الشهرية بالبنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير وأعلى الشهادات البديلة الآن. تعالى نشوف تفاصيل الفايدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفايدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. جميع العملاء بيتساءلوا الآن إيه البديل بعد قرار البنك المركزي الأخير واجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد يوم الخميس الماضي، واللي قررت فيه الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، ليصل العائد إلى 27.4% و28.4% و27.75%، وذلك نتيجة رؤية البنك المركزي استمرار نزول التضخم وتوقع البنك المركزي بداية نزول أسعار الفايدة من الربع الأول في عام 2025. ولكن معظم العملاء حاليا بيتساءلوا ماذا بعد دراسة البنك الأهلي وبنك مصر إيقاف شهادات 27% السنوية و23.5% الشهرية بالبنك الأهلي وبنك مصر، وده بعد تصريح رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي وتوقع كثير من المحللين إيقاف الشهادات نهاية الشهر الحالي. لذلك يتساءل معظم عملاء البنوك عن بديل الشهادات بالبنوك. حاليا أعلى الشهادات المطروحة بالبنك الأهلي وهي الشهادة البلاتينية متدرجة ذات العائد الشهري، أول عام 26%، تاني عام 22%، تالت عام 18%. الشهادة الثانية وهي الشهادة البلاتينية المتدرجة والعائد المتدرج الثلاثية الفائدة 30%، السنة الثانية 25%، السنة الثالثة 20%. وأيضا الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بعائد 21.5% شهريا، وهي الشهادة اللي كانت 19% وأصبحت 21.5% شهريا بالبنك الأهلي. الفيديو القادم هيكون عن كل الشهادات الأعلى في معظم البنوك، هننزلها على قناة. كل اللي عليك انت هتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك الفيديو عشان يوصلك مننا الفيديوهات القادمة.